يا جماعة النهاردة احتفال جامد، وصلنا إلى 600 مشترك على القناة، وده مش ممكن يحصل من غير دعمكم وحبكم. شكرا لكل واحد فيكم بيشوف الفيديوهات وبيشجعنا بكلمة حلوة. ومن المناسبة دي جايب لكم قصة مختلفة تماما هتشدكم من أول لحظة وتعيشكوا جو من الرعب اللي مش هتنسوه. متنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلكم. ويلا نبدأ مع قصة النهاردة، المتاهة اللانهائية. كان في شاب اسمه عمر، معروف بشجاعته أو خلينا نقول تهوره. أي حاجة غريبة أو مخيفة كان عمر دايما أول واحد يجربها. لما سمع عن المتاهة اللانهائية مكان الناس بتقول عليه إنه بيحبس اللي يدخله للأبد، قرر إنه لازم يروح ويشوف بنفسه. واحد من أصحابه قال له: بص يا عمر، المتاهة دي مش هزار، في ناس فعلا دخلت وما رجعتش، وفي اللي رجعوا مختلفين. عمر ضحك وقال: يا عم دول ناس بتصدق أي حاجة، أنا هروح وهصور كل حاجة وهوريكوا إنها مجرد خرافة. طريق مظلم نحو المجهول. رحلة عمر للمتاهة كانت كلها صعبة من أولها. الغابة اللي كان لازم يعدي منها كانت مظلمة، والجو كان غريب كأنه في حاجة بتراقبه. الشجر كان عالي وضخم، وصوت الرياح كان عامل زي الهمس. وأخيرا لقى عمر نفسه قدام باب حجري كبير كأنه مدخل لعالم تاني. الباب كان عليه نقوش غريبة شكلها مخيف، وكل ما يقرب منه يحس ببرودة غير طبيعية. عمر قال: هو ده شكله باب عادي، يلا ندخل ونشوف. فتح الباب ودخل، ومن اللحظة دي حياته اتغيرت للأبد. أول ما دخل حس بشيء غريب، كأنه في مكان ملوش نهاية. الممرات كانت ضيقة وكلها شبه بعض، لكن اللي كان أغرب هو الجدران. الجدران كانت مليانة مرايات، لكن مرايات مش طبيعية. عمر وقف قدام مراية وقال: أوه مرايات، ماشي، بس إيه ده؟ وش مين ده؟ الانعكاس اللي ظهر في المراية ما كانش وشه، كان فيه ظل ورا ظهره، لكن لما بص وراه مفيش حاجة. بدأ يمشي في المتاهة، وكل ما يمشي أكتر يحس إن المكان بيتغير كأنه بيتحرك بنفسه. الممرات كانت بتقفل وبتفتح لوحدها، وصوت خطوات رجليه كان بيرجع له بصدى غريب كأنه مش لوحده. الرعب الحقيقي، الأصوات والظلال. بعد شوية عمر بدأ يسمع أصوات زي حد بينادي عليه: عمر ارجع. الصوت كان هادي لكنه مخيف. بص حواليه، مفيش حد. كمل مشي، لكنه حس بحاجة بتمشي وراه. كل ما يلف مفيش حاجة، وفجأة لقى باب جديد. فتحه بحذر ولقى غرفة كبيرة. الجدران كانت كلها مليانة صور ناس، وكل الصور كانت بتبص عليه. عمر حاول يهرب من الغرفة بس الباب قفل لوحده. فجأة الصور بدأت تتحرك، وواحد من الصور قال له: انت مش هتخرج من هنا، ده مكان ملوش رجوع. عمر صرخ: انت مين؟ عايزين مني ايه؟ لكن الصور كلها بدأت تضحك بصوت بشع. اللقاء بالكيان المظلم. عمر فضل يمشي وهو بيجري في الممرات، لكنه فجأة وقف. قدامه كان في كيان غريب، جسمه كله ظل وعينيه حمرا بتنور في الظلام. الكيان قال له بصوت عميق: انت دخلت هنا بإرادتك، المتاهة دلوقتي بقت بيتك. عمر حاول يجري لكن رجليه كانت كأنها تقيلة، كأنه مربوط في الأرض. الكيان قرب منه وقال: كل خطوة جوه هنا بتسحب منك جزء من روحك، قريب هتبقى زي الباقيين. الأحداث بتزداد رعب. عمر بدأ يحس إنه بيتحول. كان بيشوف صورته في المرايات لكنها مش صورته العادية. وشه كان بيتشوه وعينه بقت سودة بالكامل. وفجأة لقى نفسه في غرفة جديدة. الجدران كانت بتتحرك كأنها بتقرب منه. سمع صوت طفل بيعيط، لكنه لما قرب من مصدر الصوت لقى دمية محطوطة على كرسي. الدمية كانت بتبص عليه وبتضحك. الدمية قالت له بصوت طفولي: مش كنت عايز مغامرة؟ هي مغامرتك الحقيقية بدأت. عمر حاول يهرب من الغرفة لكن الباب اختفى، وكأن المتاهة نفسها قررت تحبسه. بعد ساعات من الضياع والرعب لقى عمر باب كبير مكتوب عليه: الخروج. قرب من الباب بكل قوته، لكنه كل ما يقرب النور اللي حواليه كان بيختفي. وفجأة الباب اتحول لمراية وعمر شاف نفسه جواها، لكن الوش اللي ظهر كان هو بس بشكله الجديد، شكله اللي بقى فيه جزء من المتاهة. عمر فهم الحقيقة، المتاهة كانت أكتر من مجرد مكان، كانت كيان حي بيحبس اللي يدخلوا فيها، وبمجرد ما تبقى جزء منها مستحيل تخرج. وفي اللحظة دي اتحولت صورته لواحدة من الصور اللي على الجدران. المتاهة فضلت تكمل حياتها بتدور على الضحية الجاية. لو سمعت عن المتاهة اللانهائية أو شفت باب حجري في نص مكان ملوش تفسير، اوعى تفتحه. مش كل باب ينفع يتفتح،
ومش كل مغامرة تستاهل الثمن. متنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلكم. ولو القصة عجبتكم ادعمونا بلايك وتعليق وشاركوها مع